السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمر مانشستر، والنهارده فيديو جديد ولقاء العودة ضد نادي انيمبا النيجيري. شفنا مع بعض مباراة الذهاب، طبعا رزعناهم 3-0 وسكور كان كويس كده على ارضنا في استاد القاهرة. لكن النهارده العودة في نيجيريا، وربنا يستر ان شاء الله ونرزع بسكور كمان ونصعد للدور الجاي ان شاء الله كده. انا بلعب، اللي عايز يعرف، بلعب 4-4-2 بالاهلي. بحط ابو تريكه وبركات على الاطراف طبعا. بحب احط خالد بيبو، لان خالد بيبو لعيب جامد جدا في 2005 عن تجربه يعني. حسام عاشور وشوقي في النص طبعا. وببدا بخالد بيبو وعماد متعب. زي ما قلت خالد بيبو في 2005 كان مهاجم خطير قوي يعني. لقاء العوده ضد نادي انيمبا النيجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. تبدا المباراه. الاهلي على يميننا، نادي انيمبا النيجيري على شمالنا. ابو تريكه رايح، ابو تريكه رايح، ابو تريكه متعب ماشي. لسه هم متكتلين مع انهم محتاجين يعني يهاجموا بكل الطرق، يعني يعوضوا الفرق الثلاث اهداف. لسه هنا خطر قوي الكور دي، خطر. الحضري ينقذ النادي الاهلي. عصام الحضري انقذنا من فرصه هدف محققه. اوه، لمين تاني؟ اوه خطر قوي. فريمبونج انفراد. امسك يا حضري. خطر قوي الكرة دي. وراحوا هجمتين خطيرين جدا، لكن انتهى الشوط الاول اداء مش عاجبني بصراحة، لان هم كانوا ممكن يسجلوا هدفين على فكرة. راحوا فرصتين خطيرين جدا زي ما انتم شايفين. اللقاء لسه 3-0 مجموع اللقاءين، لكن انا مش عاجبني الشوط الاول. كانوا ممكن يسجلوا فينا هدفين بسهوله يعني. اوه طلع الديفنس، خطيره. يا راجل حاسبوا يا جدعان، يعني ده جون كوميدي قوي. الحضري الراجل بيطوعها، خبطت في الحضري ودخلت. بصوا اسلام الشاطر بيطلع كوره، خبطت في الحضري ودخلت اون جول. هدف عجبه طريقه في كرة القدم بقى يعني في الهدف ده. معرفش، فيه مساحات كتيرة كده وعملنا فاول كده. الراجل هيديله طرد وكارت احمر لمحمد شوقي، والراجل طلع عمال يشوح ومتعصب. ليه حق يعني. كانوا رايحين بهجمة خطيرة جدا، الراجل وقفها ناقص عددي كده. وربنا يستر في الدقايق الجاية بصراحة بعد الطرد ده. متعب، يلا يا متعب. ولا حسب اي حاجة، ولا حول ولا قوة الا بالله يعني. ابو تريكة كورنر، ضربة ركنية للنادي الاهلي. حط يا راجل يا متعب. الكرة جت على دماغك، نزلت على دماغك يا راجل. مستني ايه جوه ال 18؟ حرام عليك. بيبو خالد بيبو الحلال بتاع العقد. نجم الموسم معايا خالد بيبو. هدف التعادل للنادي الاهلي، وكده المباراة بنتيجة اللقاءين 4-1. هدف رغم ان الاداء مش عاجبني، اداء سيء جدا من لعيبه المباراه دي، وطرد محمد شوقي اللي مش هيبقى متوفر معانا في الماتش الجاي لما نصعد. لكن 1-1 وخلاص بنسبه 99% تاهل للنادي الاهلي. مبروك يا اهلاويه. رغم ان الاداء مش مرضي النهارده. يلا يا ابو تريكه. رفع ابو تريكه لبيبو بالراس. والله الراجل عدت خط المرمى، ولكن ما كانش فيه فرصه ساعتها عشان الجون يتحسب لنا. حرام والله، الكره تجاوزت خط المرمى زي ما انتم شايفين. هنقول ايه بقى يعني، نلعب في نيجيريا. تنتهي المباراه 1-1. مجموعه اللي كان 4-1 للنادي الاهلي. مبروك يا اهلاويه الصعود. خلاص صعدنا رسميا. نتيجه اللقاءين 4-1 مجموعه الماتشين. تعالوا نشوف بقى هنلاعب مين. احنا كده صعدنا خلاص لدور النصف النهائي.
هنلاعب الاسماعيلي زي ما انتم شايفين في دور السيمي فاينل من دوري ابطال افريقيا. الزمالك هيلاعب مولودية الجزائر. استنوا فيديو الاسماعيلي ان شاء الله في فيديو جديد مباراة الاسماعيلي في الذهاب على ملعبنا استاد القاهرة. بس يا جماعة دي تبقى نهاية فيديو النهاردة. استنوا ان شاء الله الفيديو القادم عن مباراة نصف النهائي ضد النادي الاسماعيلي الدراويش. النادي طبعا اللي كان مليان نجوم ساعتها، هيبقى ماتش صعب جدا، ربنا يستر ان شاء الله. لكن اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو على اوسع نطاق. كان معاكم عمر مانشستر، بحبكم في الله، مع السلامة.